السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احب ارحب بكم في قناتي. في الاول مرة بتشوفيني خدي لك لفة في القناة. اتمنى يا رب ان هي تعجبك، ولو عجبتك ما تبخليش عليا باللايك والكومنت الحلو منك والاشتراك في القناة. وطبعا ما تنسيش انك تفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك اشعارات باي جديد هننزله. النهارده ان شاء الله جايلكم بفكرة حلوة قوي كده، اتمنى يا رب ان هي تعجبكم. فيلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونشوف الفيديو بتاعنا. في البداية ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض البطاطس الشيبسي بطريقة سهلة حلوة قوي. عايزه اقولك ان يعني ما تفرقش اي حاجه عن اللي انت بتشتريه من بره، وكفايه بس نظافته، وكفايه انك واثقه منه وواثقه من الزيت اللي انت مستعملاه. فهنبدا مع بعض كده. اول حاجه هنبدا نعملها هنجيب معانا البطاطس بتاعتنا. عايزه اقول لكم يا بنات ان البطاطس دي يعني انا جبتها وما طلعتش بطاطس آلية، يعني كمان لو جبتها بطاطس آلية هتكون احسن معاكي. فانا عايزه اقول لك ان اي نوع بطاطس ممكن تعملي بيه الوصفه دي، مش شرط تكون نوع بطاطس معين او نوع بطاطس تحمير، لا اي نوع بطاطس معاكي ممكن تعملي بيه. فانا بدات ان انا قطعت حبايتين كده من البطاطس، وبدات ان انا غسلتهم، وبعدين جبت قطعت الشيبس بتاعتي دي. حابه مثلا انك تقطعيها على ايدك تمام مفيش مشكله، بس حاولي ترقي على قد ما تقدري، يعني ما تخليهاش رقيقه قوي او سميكه قوي، خليها مثلا زي ما مكنه الشيبس كده بتعملها. شايفين السمك ده بيكون سمكه حلو قوي. فانا بدات ان انا قطعت الحبايتين اللي معايا كده، وبعدين اخدتهم غسلتهم كويس قوي، وبعدين جبت بوله عندي. بس يعني غلطه كده انا وقعت فيها يا بنات، خدوا بالكم منها. يا ريت لو هتجيبوا بوله مثلا تكون حاجه ستانلس، او مثلا تكون يعني حله، او مثلا او بوله ستانلس افضل، لان البوله بتاعتي دي ضفت فيها كركم وكده، فبدات ان هي يعني اما ركنت فيها البطاطس بدات ان هي اصفرت كده وغلبتني على ما طلعت منها، واللون كمان ما طلعش كله. فانتوا خدوا بالكم من النقطه دي. فانا حبيت بس ان انا اقول لكم عليها كده بحيث انكم ما تغلطوش غلطتي دي. فانا بقى بدات جبت بوله عندي، نزلت فيها بحوالي معلقه صغيره كده من الملح، ومعلقه صغيره من السكر، ورشه كده من البابريكا، ورشه من الكمون على الكزبره، وطبعا بقى معلقه صغيره من الكركم. وبدات بقى ان انا نزلت عليهم بميه سخنه، وضفت عليهم برضو معلقه كده من الخل، وبدات بقى ان انا قلبت الميه كده مع التوابل والملح والسكر اللي عندي لحد ما بداوا ان هم دابوا. ونزلت بالبطاطس بتاعتي، وطبعا بقى اسيبها في المحلول ده لحد ما المحلول ده يبرد معاكي تماما. وكل شويه من وقت للتاني كده ابدأي انك تقلبيها، عشان زي ما انتم شايفين كده بتبدأ ترقد تحت. ما شاء الله البطاطس بتاعتنا خدت لون حلو قوي، يعني احنا دلوقتي هنغسلها وهتفضل باللون بتاعها ده كده. فانا ضفت تاني، هقول لكم تاني ضفت عليها ايه. انا ضفت عليها ملح، وضفت عليها سكر، وضفت عليها كمون وكزبره وبابريكا وكركم وخل. انت طبعا تضيفي التوابل المتوفره عندك واللي يعجبك. انا ده اللي كان متوفر عندي، حابه انك تزودي التوابل تمام على حسب رغبتك. بس عايزه اقول لكم ان ما شاء الله كان طعمها حلو قوي. انت مثلا بقى حابه انك تضيفي عليها ايه منكهات، حابه مثلا انك بعد ما تطلعيها من الزيت تضيفي عليها برضو اي طعم كده، مثلا طعم جبنه، طعم شطه، اي حاجه متوفر عندك تمام مفيش مشكله. بس ده اللي كان متوفر عندي فاستعملته، والحمد لله طلعت معايا حلوه برضو. فانا بعد بقى ما صفيتها كده من محلول النقع اللي كانت فيه، خدتها غسلتها كويس تحت الحنفيه، وبعدين بدات جبت فوطه برضو تكون فوطه كده انت ما بتستعمليهاش. الفوطه دي عندي ما تمسحش حلو قوي، فانا ببقى عينها كده مثلا اصفي عليها حاجه، احط عليها ملوخيه الكلام ده. فبدات ان انا جبتها وصفيت بقى، بدات ان انا اسفه مسحت الشيبسي كويس جدا. لازم انك اهم حاجه انك تصفيه كويس من ميته. وانت مثلا متوفر عندك وقت حطيه في مصفى وسيبيه ينشف كويس. مثلا مش متوفر عندك وقت ومستعجله زي كده، ابدا بس انك حطيها في فوطه، وابدا انك يعني امسحيها كده، يعني ابداي انك نشفيها، يعني امسحيها في الفوطه كويس هتبدا ان هي تنشف معاكي. وابداي بقى دلوقتي هنيجي على الزيت عندنا. انا حطيت طاسه هنا، طبعا نعتذر عن منظر الطاسه، بس الطاسه دي دايما انا مخصصاها للقليه كده. فانا بدات بقى ان انا نزلت بالبطاطس اللي عندي. يعني هو الافضل مثلا انك ما تمليش الطاسه على اخرها، بس انا برضو ما مليتهاش، انا حطيت في حدود المعقول كده. يعني انا ببدا احط واحده واحده، يعني اهم حاجه في الشيبس عشان ينجح معاكي انزلي بيه واحده واحده، بلاش تنزلي بكميه كده وتحطيها عشان هيبداوا يلزقوا في بعض ومش هيكون لطيف معاكي. فانا ببدا انزل بيها واحده واحده كده زي ما انتم شايفين، وما بحطش مثلا واحده انا لسه منزلاها احطها على واحده تانية برضو. يعني لا، استنى لما مثلا اللي انا حطاهم دول يبداوا ينشفوا، وابدا ان انا اضيف تاني لحد بقى ما بتاخد كميه طاسه، يعني الطاسه تاخد الكميه المناسبه ليها. يعني انا عملت الحبايتين اللي معايا دول على طاستين اتنين، يعني يعتبر حطيت حبايه في طاسه وحبايه في طاسه تانية. وببدا بقى كل شويه من وقت للتاني كده ابدا انك قلبيها، بس قلبيها بالراحه عشان ما تبداش تتكسر منك، لحد بقى ما تبدا ان هي تتلون معاكي وتبدا تقرمش كده زي ما انتم شايفينها. عايزه اقول لكم ما شاء الله، اظن ان الشكل واضح جدا قد ايه هي مقرمشه وقد ايه هي طالعه. ما شاء الله والله فعلا ما فيش واحده فيها طالعه طريه، كلهم ما شاء الله مقرمشين. يعني عايزه اقول لك انك حتى لو البطاطس بتاعتك حسيتيها مثلا ان هي مش بطاطس آلية، ممكن برضو انك تعمليها صوابع
الصوابع وتعمليها بنفس محلول النقع ده هتطلع معاكي نتيجه حلوه قوي. فانا بدات بقى خلصت اول طاسه كده، وهعمل تاني طاسه معاكم برضو زي ما انتم شايفين كده يا بنات. انا بنزل بيها واحده واحده، ما بنزلش بكميه على بعضها لانهم هيلزقوا في بعض ومش هيدوكي نتيجه حلوه. فانا ببدا انزل بيها واحده واحده كده، ولما بنزل في اماكن متفرقه، يعني ما انزلش بالبطاطس فوق بعضيها، حاولي انك بعدها عن بعضها كده لحد ما تبدا تتشمع. ابدأي مثلا حطي في حته تانية يعني، وهكذا. اظن ان يعني اتمنى ان الفكره تكون واصله لكم، بس بلاش نحطه فوق بعض وهو طري عشان هيبدا يلزق في بعضه وهيديك نتيجه مش حلوه. فانا بدات بقى نزلت بباقي الكميه اللي عندي كده. طبعا ما تمليش الطاسه قوي، انت لو عامله كميه اكبر من دي بلاش تنزلي بالكميه كلها. انا عملت مثلا يعني كل طاسه كده على حسب حجم الطاسه بتاعتك، كل طاسه تاخد حبايه واحده، وتبداي بقى انك تضيفيهم وتبداي انك تقلبيها كل شويه من وقت للتاني كده، بس ما تقلبيش كتير عشان ما تبداش انها تتكسر معاكي، لحد بقى ما تلاقيها بدات ان هي خدت اللون اللي انت عاوزاه. حابه مثلا انك تتكي عليها في اللون شويه زي ما انا عملت كده، حابه انك تطلعيها لونها فاتح شويه، ده بيكون على حسب رغبتك انت تحكمي فيها طبعا، ده بيرجع لذوقك انت. انا بقى بدات ان انا كنت كل شويه من وقت للتاني ببدا ان انا اقلبها كده، ولو لقيت حاجه لزقت في بعضها بالراحه كده ببدا ان انا افككها عشان ما تبداش تضطر معايا. ما شاء الله عايزه اقول لكم طلعت حلوه قوي. يعني انا اول طاسه طلعتها بنتي كل شويه تقعد تاخد منها وتقول لي دي شيبسي مش بطاطس، فبدات بقى ان انا يعني اللي هو اخدي واحده بس وخلاص، عايزه اصور يعني التصوير هيبوظ كده على ما اجي اصور مش هلاقي البطاطس دي خالص. وهنا بقى يعني التليفون سخن معايا، يعني انا ما حبيتش ان انا مثلا ما اصور لكوش الطاسه التانية، بس كان التليفون بيسخن معايا بقى وكان كل شويه بيطفي كده، فاعذروني عن الاضاءه شويه. فانا بدات بقى لحد ما اوصل لدرجه اللون اللي انا عايزاها كده ببدا ان انا اخرجها. هي مش محتاجه انك تخرجيها على مناديل ولا اي حاجه، ما شاء الله هي طالعه مش شاربه زيت، طالعه ما شاء الله حلوه قوي. يعني انا جبت المناديل وبعدين ركنتها تاني لان لقيتها مش شاربه زيت. يعني احنا هنغرفها مع بعض دلوقتي هتلاقوها قد ايه هي ما شاء الله حلوه قوي وفي نفس الوقت مش شاربه زيت. هنا بقى بعد ما خلصت كل الكميه ما شاء الله عايزه اقولك يعني انت استحاله انك تجيبي الكميه دي غير مثلا في كيس كيسين 3 عشان انك تعرفي تاخدي الكميه دي. ما شاء الله شايفينه هو قد ايه واضح وقد ايه مقرمش وقد ايه يعني ما شاء الله القرمشه باينه فيه. انت ممكن تقللي درجه اللون عن كده كمان، ده بيكون على حسب رغبتك انت تحكمي في درجه اللون زي ما انت عايزه. ما شاء الله الشيبسي واخد لون حلو قوي من الكركم اللي احنا كنا ضايفينه، وفي نفس الوقت برضو واخد قرمشه ومن الخل ومن السكر والملح بتاعه مظبوط. انت بقى حابه في الوقت ده عندك اي منكهات مثلا حابه انك تضيفيها عليها، حابه مثلا تضيفي اي طعم متوفر عندك، طعم كباب، طعم طماطم، طعم شطه، اي حاجه متوفره عندك ابداي بقى انك رش عليها كده ما شاء الله هيديكي طعم حلو قوي. بس انا استكفيت بالملح والخل اللي كنت ضايفاه ما ضفتش اي حاجه تانية. يعني تيجي تاكليه كده تحسي فيه بقى بالملح بتاعه بيكون مظبوط، وفي نفس الوقت فيه مزازه للخل كده كانك بتاكلي شيبسي بالخل والملح. ما شاء الله كان حلو قوي، فجربوه يا بنات وانا متاكده ان شاء الله ان هو هيعجبكم. عملنا بقى البطاطس الشيبسي كده وعملنا بقى الفطار بتاعنا، ده كان جزء كده من الفطار بتاعنا النهارده. فعملنا بقى البطاطس الشيبسي كده، وكان عندي طعميه كنت مفرزاها معاكم برضو قبل كده، طلعت كيس وبدات ان انا عملت طعميه. انا عملتها عجه يعني بزود فيها كميه البيض شويه، وقطعت بقى كده شويه من العنب مع بصله كده بقى لزوم الطعميه. وده كان فطارنا في اليوم ده الحمد لله فضل ونعمه، حاجه سهله وسريعه كده. برضو عايز اقولك ان الشيبسي ده لما تعمليه سندوتشات ما شاء الله بيكون حلو قوي، جنب بقى سندوتشات طعميه كده تعملي سندوتش طعميه وعليه الشيبسي ما شاء الله حاجه حلوه قوي. ده كان فطرنا بقى الحمد لله كده، فطرنا الحمد لله وشوفنا بقى اللي ورانا، وظبطت مطبخي بقى، شفت حاجه عايزه تتظبط، حاجه عايزه تتروق، مواعين مثلا من مكان الفطار. بدات بقى ان انا ظبطت الدنيا حواليا كده بحيث ان انا لما ابدا في الغداء ابدا كده على رواقه وعلى نظافه. فانا هنعمل النهارده ان شاء الله مع بعض الكشري المصري. عايز اقولك ان ما شاء الله بتبقى طريقته سهله وسريعه كلنا بنستصعبه، بس في نفس الوقت انت لو قمتي عملتي كل حاجه مره واحده هتلاقي نفسك يعني مشغله عيون البوتاجاز كلها وبتخلصوا كله مع بعضه مره واحده. ده اللي هتشوفوه في الفيديو النهارده كده، هتلاقوني عملت كله مع بعضه مره واحده، ما عملناش حاجه وقفنا، لا شغلنا عيون البوتاجاز كلها، ففي نفس الوقت برضو خلصناه بسرعه. فانا في البدايه كنت نقع شويه كده من الحمص وشويه من العدس بجبه اللي هو العدس الاسمر. العدس الاسمر انا ما بنقعوش كتير، يعني انا يا دوبك بدات نقعته اول ما بدات ان انا اقطع في البصل وكده، بدات ان انا نقعته يعني بنقعه بالكتير خالص ربع ساعه نص ساعه، ما بنقعوش وقت كبير. انما الحمص طبعا احنا بننقعه لو مثلا من اول النهار يكون افضل كمان. فانا نقعتهم كده وبدات بقى ان انا اجهز معايا البصل. انت لو مشيتي بالخطوات اللي انا عملتها دي هتخلصوا كله مع بعضه مره واحده. فانا بدات بقى ان انا جبت بصلتين كده، اهم حاجه في البصل بتاعك عشان يطلع مقرمش لازم انك تاخدي بالك انك تقطعيه يعني حلقات رفيعه جدا، ما تتخنيش فيه عشان ما يشربش الزيت اسفه، عشان ما يبداش ان هو يشرب معاكي زيت وما بيكونش لطيف. وفي نفس الوقت تضيفي عليه كده معلقه من النشا او معلقه من الدقيق وبندريه بالدقيق كده، ما شاء الله بيديكي نتيجه حلوه قوي ويطلع معاكي مقرمش وحلو. فانا بدات بقى اول حاجه ظبطتها معايا البصل بتاعي كده، قطعته وبدات بقى حطيته في بوله وحطيت عليه الدقيق
انا ما بضيفش عليه اي حاجه تانية يا بنات، انا بضيف عليه دي وخلاص. وبدات بقى في الزيت اللي انا كنت قليه فيه البطاطس الصبح والطعميه، بدات ان انا قليته فيه برضو كده. وخلاص بقى هتخلص من الزيت ده. يعني انا كنت في فيديو قبل كده عملت معاكم من الكشري، كنت استعملت الزيت في الفيديو، استعملت الزيت بتاع البصل، بس الزيت ده انا قليت فيه البطاطس وقليت فيه الطعميه، فانا هقلي فيه البصل وهرميه خلاص، فبدات استعمل زيت خارجي عادي. فانا بدات بقى اول حاجه بعد ما حطيت البصل كده بدات اعمل الرز بتاعنا. جبت بقى عندي شويه كده من الشعريه حمرتهم، وبعد ما خدوا لون نزلت عندي بالعدس بالجبه او العدس الاسمر، باخدته برضو تشويحه كده. اهم حاجه انك تاخدي العدس تشويحه كده مع الشعريه لحد ما يبدا يتلون معاكي. ابداي بقى انزلي بالرز. انا الكميه اللي استعملت نص كوبايه من الشعريه، عليهم كوبايه من العدس، عليهم نص كوبايه من الرز. انا بحب كميه العدس بتكون كبيره، انت حابه تقللي كميه العدس عن كده خلاص، ده على حسب رغبتك انت. فانا ضفت نص كوبايه شعريه، نص كوبايه من الرز، وكوبايه من العدس، وبدات بقى ان انا شوحته كله مع بعضه كده لحد ما بدأوا بقى ان هم ايه يتشوحوا معايا. بدأت نزلت بقى بالميه بتاعتي، حاولي ان الميه ما تكونش كتير قوي عشان الرز ما يعجنش معاكي. يعني الرز المصري طبعا زي ما انتوا عارفين يا بنات ما بيحتاجش كميه ميه كتيره، فانا يا دوبك خليت بس الميه مغطيه الرز بتاعي بحوالي عول او عولتين بالكتير خالص كده. وبعدين بقى بسيبه على نار عاليه يبدأ ان هو يغلى معايا كويس جدا، وبعدين هبدأ اهدي عليه النار يستوي بقى براحته كده. فنقلته بقى على العين اهدى كده على مبدأ ان انا اعمل المكرونه بتاعتي. بدأت بقى ان انا جبت الحله بتاعتي حطيت فيها ميه كده، الميه اللي كانت فاضله معايا في الكاتل، وضفت عليها ميه عادي من الحنفيه وسبتهم يغلوا كويس. والميه دي انا ضفت فيها بس معلقه صغيره كده من الملح. وبدات بقى نزلت بالمكرونه بتاعتي كده، وهبدا بقى ان انا يعني اقلبها تقلبتين، وفي الاخر بقى اسيبها تغلى كده. وفي نفس الوقت برضو بتابعها، يعني كل شويه من وقت التاني ابص عليها كده. وبرضو الرز بتاعنا متابعينه برضو، لان في الوقت ده ما كنتش لسه هديت عليه. اول ما هيبدا يتشرب ههدي عليه، يعني انا دلوقتي هبص عليه برضو، هاخده بس تقليبه كده وبعدين هبدا ان انا اهدي عليه النار. وكان في الوقت ده برضو البصل بتاعنا يا بنات صحيح كان خلص وكنت خرجته، بس كان التليفون بيسخن معايا وكان بيفصل كده، فكانت الاضاءه ما بتكونش كويسه. فبدات ان انا بفصل يعني عادي، ما فيش خطوه مهمه قوي. فانا بدات بقى ان انا سبت المكرونه كده تتسلق، وفي نفس الوقت برضو هعلق على الصلصه بتاعتي. فبدات ان انا جبت عندي حله ضفت فيها شويه من الزيت كده وحوالي معلقه صغيره من الثوم. طبعا صلصه الكشري بتتعمل بالثوم يا بنات. انا مش عارفه مثلا ممكن حد يكون بيعملها ببصل او حاجه، بس انا دايما عارفه ان انا بعملها بثوم. فانا بدات بقى ان انا جبت الثوم عندي كده بشوحها في شويه زيت، بس طبعا كنت برضو متابعه المكرونه. اول ما تبدا بقى اتسلقت معايا كده بدات خدتها شطفتها بقى تحت الحنفيه كويس جدا. وبعدين خليت الحله حطيت الحله على نار هاديه كده تسخن على ما ادبل التومه معايا. فانا بدات بقى التومه كده بدات ان انا هشوحها في الزيت. معلش الاضاءه بقى لان التليفون زي ما بقولك يا بنات كان بيسخن معايا، فكانت الاضاءه ما بتكونش، الفلاش بتاع الموبايل بيطفي فالاضاءه ما بتكونش حلوه زي ما انتم شايفين كده. فبدات بقى هنا شوحت التومه بتاعتي لحد ما بدات تاخد لون اصفر خفيف او ذهبي خفيف كده. بدات بقى ان انا طفيتها معايا بالخل، وبعدين هبدا ان انا انزل بالصلصه بتاعتي او الطماطم. انت لو عندك مثلا صلصه جاهزه تمام مفيش مشكله هتحطيها وتشوحيها مع التومه شويه، وبعدين تزودي شويه ميه لان صلصه الكشري بتكون سايله شويه. ما عندكش مثلا بتضربي طماطم في الخلاط عادي زي ما انا عملت كده، وبتحطيها يا دوبك على ما بتخلصي بقيه الكشري بتكون نص الصلصه اتسبكت معاكي. فانا بدات نزلت بالطماطم بتاعتي كده وضفت عليها ملح، رشه من السكر، رشه من البابريكا عشان اللون، رشه من الكمون على الكزبره. حابه انك تضيفي بقى فلفل اسمر اي منكهات تانية انت بتحبيها تمام. انا دول بس اللي انا ضفتهم كده، وبدات ان انا قلبتهم وسبت بقى الصلصه بتاعتي كده تبدا تغلى وتتسبك براحتها كده. وبدات بقى الحله بتاعتي هنا كانت سخنت، نزلت فيها بحوالي معلقتين كده من الزيت، وهنزل بقى بالمكرونه بتاعتي. المكرونه لما تاخديها تشويحه كده في الزيت، عايزه اقولك لحد ما بتكوني يعني لو غرفتي اخر اليوم خالص كشري هتلاقي ان ما شاء الله المكرونه مفرفره وكل حبايه لوحدها. واهم حاجه برضو ما تتكيش على المكرونه في السوا، يعني خليها 3/4 سوا كده عشان التشويحه اللي بناخدها مع الزيت دي برضو بتاثر في التسويه بتاعتها، فما تبداش ان هي تعجن معاكي. يعني طلعيها 3/4 سوا وخلي الربع الباقي تاخده بقى في التشويحه بتاعه الزيت دي. وفي نفس الوقت برضو ايه احنا هنشوحها ونغطي عليها ونركنها على ما نبدا ان احنا نغرف، ففي نفس الوقت برضو هتستوي على البخار شويه، لان طبعا يا بنات انتوا عارفين ان المكرونه من الحاجات اللي ما بتستحملش شويه في السوا، فاحنا لازم نكون واخدين بالنا من نقطه زي دي. هنا بقى هوريكم دلوقتي كده ما شاء الله المكرونه خلاص جهزت معايا، والرز هنا بقى كان خلاص بيتشرب ودخل على السوا خلاص. وهنا بقى الصلصه بتاعتنا سبتها تتسبك براحتها كده، وكنت حاطه الحمص برضو يستوي معانا. انا يا دوبك بحطه في ميه كده على رشه ملح وبسيبها. في ناس بتعمل الكشري ده في حله واحده، انا عشان اكون صريحه معاكم انا ما جربتوش قبل كده في الحله الواحده دي، انا دايما متعوده ان انا بعمله بالطريقه دي. وزي ما قلت لكم كده يعني احنا بنقف نعمل الحاجه ما شاء الله بتلاقي يعني الحاجات كلها بتعمليها مره واحده لما تشغلي عيونك
سايبين البوتاجاز كلها تخلصي الحاجه مره واحده. فانا خلاص بقى هنا بعد ما الصلصه اتسبكت معانا وجينا بقى وقت الغدا كده، شايفين ما شاء الله المكرونه مفرفره معانا، ما عجنتش وما لزقتش في بعضها. وعايزه اقول لكم كانت بردت والله يا بنات خالص، يعني انا ماسكه الحلل اهوت. عايزه اقول لكم ان ده اكبر دليل على ان الحلل كانت بارده، انا استحاله ان انا امسكها سخنه كده بايدي. فما شاء الله المكرونه كانت مفلفله معانا، والرز كان مفلفل، وكل حاجه ما شاء الله كانت حلوه قوي. وطبعا بقى يا بنات طريقه الغرف دي على حسب الرغبه، انت بقى حابه تضيفي المكرونه في طبق والرز في طبق والحمص في طبق والبصل في طبق، يعني كل حاجه في طبق لوحدها كده. واللي حابب ياخد حاجه ياخدها تمام مفيش مشكله. حابه انك تعملي لكل واحد طبق وكده لوحده، يعني مثلا تحط له مكرونه ورز وبصل والعدس والاسفه والحمص والكلام ده في طبق لوحده، تمام مفيش مشكله. حابه انك تعملي زي ما انا عملت كده بقى، انا بغرفه كله في سرفيس كبير كده، يعني بحط المكرونه وعليها الرز وعليها البصل وعليها الحمص بتاعنا، وبحط كميه بسيطه جدا كده من الصلصه على الوش، يعني يا دوبك اللي هو ايه تدي منظر بس كده وخلاص. يعني دي مش كميه الصلصه اللي انا بستعملها، لا انا بحط كميه بسيطه كده على الوش، وبعدين افضي شويه في بوله كده او في طبق خارجي، بحيث ان انا بقى باخد السرفيس ده وباخد اطباق معايا برضو. كل واحد بيبدا ياخد بقى من السرفيس ده يغرف في الطبق بتاعه وياخد الكميه المناسبه ليه. وفي نفس الوقت برضو انا ببقى واخده معايا برضو طبق من الرز وطبق البصل، بقيت طبقه البصل، بحيث ان لو حد حابب يزود حاجه يكون خلاص على حسب الرغبه بتاعته. بس دي كانت كل كميه المكرونه اللي معايا. انت بقى حابه تزودي في الكميه عشان تعملي غدا اليومين اتنين، خلاص تمام. انا والله يا بنات كنت عامله الكميه دي اللي هو هنتغدى بيها يوم، عايز اقول لكم بقى منها كمان والله، وكلنا منها تاني يوم. وما شاء الله بيبقى حلو برضو. خلاص بقى لحد هنا كده بيكون خلص الفيديو بتاعي معاكم وخلصت افكاري معاكم. انا طولت كتير في الرغي في الفيديو ده، بس بصراحه الفيديو كان فيه تفاصيل كتيره، فاعذروني لو رغيت معاكم كتير. فلحد هنا كده بقى بيكون خلص الفيديو بتاعي معاكم وخلصت افكاري معاكم النهارده. اتمنى يا رب ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى انكم تكونوا استفدتوا منه لو بشيء بسيط. ولو عجبكم ما تبخلوش عليا باللايك والكومنت الحلو منكم والاشتراك في القناه، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفات جديده، واترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بس قبل ما اقفل الفيديو يا بنات معلش في حاجه، انت طبعا ممكن تعملي بقى الدقه بتاعه الكشري او مثلا الشطه، ده على حسب الرغبه، بس احنا بصراحه عندنا محدش بياكلها. انا باخد بس ايه الشطه بودره كده اللي هي بتاعه التوابل، لو حد حب يرش شويه على الطبق بتاعه، محدش حب خلاص تمام. بس يعني انا ما بحبش اعمل الشطه لان محدش مننا بياكلها قوي. فحبيت بس ان انا اوضح لكم النقطه دي. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامه.